السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده في الفيديو هشرح لكم نعملها بسرعه مع بعض دلايه زي ما انتم شايفين كده. انا سميتها شكل طاووس ديت. هي تبان بس انها صعبه لكن هي سهله جدا، وهنشوف دلوقتي ازاي. هنجيب 4 قطع بطول 20 سنتي من واير النحاس. تمام، 4 قطع بطول 20 سنتي زي ما انتم شايفين كده. واللي حابب يطول عن كده يطول، بس اقل من كده هتبقى صعبة شوية. لكن لو حد عايز حجم الدلاية اكبر ممكن يزود 5 سنتي 10 سنتي. بس انا هنا عملتها في الفيديو ده بالشكل ده 20 سنتي. تمام، هنا قطعت 2 قطعتين، دلوقتي التالتة زي ما انتوا شايفين، وكمان قطعة رابعة. كده بقى معايا 4 قطع بطول 20 سنتي. كده هنمسكهم كده على بعض، ننظمهم، نشدهم لو في اي حاجة متنية نفردها ونظبطهم مع بعض. لازم يبقوا متظبطين طول واحد عشان الشكل في النهاية يبقى كويس. هنا تانيتهم زي ما انتوا شايفين، تانيتهم جبتهم عكس بعض، حرف زي الاكس كده. وبعدين التكة هنا بس هناخدهم لفة، يا رب تكون واضحة في الفيديو. لفة كده بس كده علشان يبقوا ماسكين في بعض. لفتهم كده لفة على بعض بس. بعد كده بوسعهم عشان اعرف بعد كده هنستخدم بعد كده الزرادية الملفوفة. تمام، الملفوفة اللي هي عاملة كده. بس هتمسكي كل فرع من دولت تعملي السكرول اللي احنا متعودين عليها في شغل النحاس. سكرول كده. هنا انا في الفيديو حبيت اغير اللفة، عملتها لتحت، حبيت اغير الشكل معاكم. حبيت يعني السكرول عملتها لتحت، الايقونة اللي فوق الوحدة اللي فوق الخلصانة كنت عاملة السكرول على فوق. تمام معايا على فوق. هنا قلت اجربها معاكم في الفيديو بشكل جديد. عملت السكرول على تحت زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ادتنا شكل مختلف. نفس الطريقة، بدل ما ارفعها على فوق ارفعها نزلتها على تحت، هي نفس الفكرة اللي فوق. 4 سلك واير طول 20، بس عملتها على لفة على فوق ودي اللفة على تحت بس كده. ده النص الاولاني، ونيجي النص التاني نفس الطريقة بالظبط. بوسعهم عن بعض عشان اعرف الف ويدي الشكل مظبوط. ناخد بالنا ان نفس الطول اللي قصادها يبقوا طول بعض، يعني اول واحدة تبقى يعني يبقوا قصاد بعض كده قد بعض عشان يدوا في الاخر منظر زي تدرج كده. واحدة قصيرة واحدة، يعني كل لفة مش بتاخد نفس يعني كل فرع مش بياخد نفس اللفات، بنقل كل ما كل واحدة بتاخد اقل من اللي قبلها. بصوا هنا في تدرج، تقدري انت تتحكمي فيه بقى زي ما انت عاوزة. بصوا الشكل، بصوا الجمال، بصوا دلاية تحفة. ممكن تبقى بس تتحط كده في سلسلة بس، مش محتاجة اكتر من كده، هي لوحدها مش محتاجة. ممكن تضيفوا خرز عليها في كل سكرول، ممكن تضيفوا خرزة
ممكن تعملوا اكتر من واحدة وتشبكوهم في بعض بالزرط، يعمل عقد. بصي يعني هي ليها كذا، ممكن يبقى بروش كده، ما نلزق دبوس ويبقى بروش. بس ودي كان الفيديو النهاردة، واي حد محتاج اي حاجة، اي دلاية يبعتلي صورتها وانا اعملها معاكم في فيديو. شكرا لكم.